في عام 1905 أنشئ نادي اسمه نادي طلبة المدارس، وهذا النادي كان شوكة في جسم الاحتلال البريطاني، وكان اللي مؤسسه مصطفى باشا كامل، وكان بيستغله في إشعال حماس الطلبة ضد الاحتلال. فطبعا في الوقت الحالي رأت السلطة البريطانية ان هي لازم تقضي عليه تماما وتعمل نادي جديد يستغل ان هم يستغلوا فيه طلبة المدارس، ان هم يجمعوهم كلهم فيه، بحيث ان هم يبعدوهم خالص عن السياسة. فجت فكرة إنشاء النادي الأهلي عام 1907، وكان على يد عمر لطفي بيك. وطبعا برضو النادي ده، يعني النادي الأهلي لما اتعمل كان الهدف منه إن هو يكون بعيد عن السياسة، ولكن العكس هو اللي حصل، إن النادي الأهلي كان أول نادي وطني سياسي في مصر. تمام. وطبعا الجمعية العمومية بقى في الوقت الحالي هي اللي اختارت عمر لطفي بيك ان هو يكون رئيس للنادي، وكان اول رئيس للنادي الاهلي.